قبل ما نبداو غادي نعاود نفهموا مقاومه الانسولين شنو هي. مقاومه الانسولين هي من الخلايا ديال الجسم ديالنا ما تتبقاش تحس ولا تشعر بالاشاره ديال الانسولين. الانسولين هو الهرمون اللي تيفرزه البنكرياس باش انه يدخل السكر لقلب خلايا ديالنا ونستعملوه طاقه ويهبط لنا السكر في الدم. منين تتكون مقاومه الانسولين الجسم تيولي يفرز الانسولين بشكل مبالغ فيه باش تتقاوم مع داك السكر اللي طالع، وتولي يعطي اشاره للجسم باش انه يخزن الدهون عوض ما يحرقها. هاد الدهون فين تتخزن الاكثريه في المحيط ديال البطن. هاد الشيء تيخلي الجسم ديالك يدخل واحد الحاله ديال تخزين الدهون وتصعب عليك باش تقد الوزن. دابا غادي نشوفوا شنو هما الانواع ديال الدهون وشنو العمل ديال كل وحده فيهم. خصك تعرف ان عندنا جوج ديال الانواع ديال الدهون. عندنا الدهون البيضاء اللي تتسمى مخزن الدهون، وعندنا الدهون البنيه اللي تتسمى الحارقه ديال الدهون. الدهون البيضاء هي اللي كاين منها بزاف في الجسم ديالنا، تتكون تحت الجلد ولا مغطيه او مغلفه الاعضاء ديالنا. هي تتلعب واحد الدور ديال التخزين ديال السعرات الحراريه وكتخليها تحت الاشاره ديال الجسم فوق ما بغاها ياخذ منها. هاد الدهون البيضاء تتلعب واحد الدور مهم واللي هو بحال واحد الوساده اللي تتحمي الاعضاء ديالنا. هاد الدهون البيضاء كتفرز كذلك هرمونات مهمه اللي تتحكم في الجوع، في الشبع، تتحكم في التمثيل الغذائي ولا الميتابوليزم، وتتحكم في الالتهاب بحال لا ليبتين، بحال لا ديبونيكتين، وبحال لي سيتوكين ديال الالتهاب. منين تتكون عندك هاد الدهون كثيره الاشارات ديال الهرمونات كيخرجوا عن السيطره وتتخربق عندك الجوع وعمليه الحرق. في مقاومه الانسولين تيكون عالي، داكشي اللي تيخلي هاد الدهون البيضاء باش انها تخزن الدهون خصوصا في المناطق اللي تتكون دايره بالاعضاء. هاد الدهون اللي زايده كتسرب للدم وكتحفز السيتوكينات، الشيء اللي تيزيد من الالتهاب اللي كيتزاد من الدهون البيضاء كيزيد يخلي الخلايا ديالنا ما تستجبش مزيان للانسولين وتزيد يفاقم مقاومه الانسولين. هاد الالتهاب شنو تيدير اخر؟ تيهبط لا ديبونيكتين اللي تعاون في حرق الدهون، وتندخلوا في واحد الحلقه مفرغه ديال تخزين الدهون والصعوبه في تنزيل الوزن. دابا غادي نشوفوا الدهون البنيه. هاد النوع من الدهون تيحرق السكر والدهون باش انه ينتج الحراره وتيرفع من التمثيل الغذائي او الميتابوليزم. هاد النوع ديال الدهون تتساعد كذلك الجسم ديالك باش انه ينظم الوزن وينظم النسبه ديال السكر ديالو. هاد الدهون فين كاينين خصوصا في المنطقه ديال العنق والكتاف، والمهمه ديالهم هي التعزيز ديال الحرق ديال الدهون. منين تتكون مقاومه الانسولين ومع الالتهاب تيضعفوا هذوك الدهون البنيه وما تيبقاوش يديو الوظيفه ديالهم ديال حرق الدهون، ومع الوقت تتولي حتى هي تخزن الدهون بدل من انها تحرقها. مقاومه الانسولين كتسبب كذلك في واحد المقاومه ديال الهرمون ديال الشبع واللي هو لا ليبتين. الدماغ ما تيبقاش يتوصل مزيان بالاشارات ديال الشبع وتيخلي الهرمون ديال الجوع واللي هو لا غريلين تيخليه طالع. داكشي علاش تتبقى دائما تحس براسك فيك الجوع وخصوصا السكريات. بحال الدماغ ديالك والمعده ديالك خدامين على موجات مختلفه، واحد تيشرق واحد تيغرب. خاصك تعرف باللي الجسم ديالك بهاد الاليات باغي يحميك ماشي ضدك. هو بالنسبه ليلو كيخزن الدهون باش يحمي راسو بحال واحد الاليه ديال البقاء. مقاومه الانسولين اكيد تتبلوكي فقدان الوزن، ولكن بتغيرات بسيطه يمكن لك تهرس هذيك الحلقه المفرغه. الا فهمتي وعرفتي راك في اول طريق التغيير. بدا بخطوه واحده اليوم وغادي تكتشف شنو الجسم ديالك يقدر يدير باذن الله. تابعني للمزيد مع دوك منى.